تصميم الثامنيل بتاع الفيديو اللي فات، وانا مش عارف اوصلكم قد ايه هو مهم. وطبعا الاول تبقى متخيل الرياكشن بتاعك. مساء الفل، ازيك مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في الفيديو النهارده هنتعرف على تصميم الثامنيل بتاع الفيديو اللي فات بتاع تعديل الصوت على ادوبي اوديشن. والثامنيل مهم قوي، وانا مش عارف اوصلكم قد ايه هو مهم، لان ليه دور كبير ان المشاهد يفتح الفيديو يتفرج عليه اصلا. فتعالوا نشوف التصميم مع بعض على الفوتوشوب. وطبعا الاول تبقى متخيل الرياكشن بتاعك وتصوره قبل ما نبدا في التصميم. تعالوا نروح على الفوتوشوب ونشوفوه بيتعمل ازاي. اول حاجه هنا هدوس نيو فايل، اظبط المقاسات بتاعتي 1920 في 1080 300 ريزوليوشن RGB وادوس اوكي. كده ادوس كنترول او واعمل اوبن للرياكشن بتاعي والموجات الصوت اللي مصورها من ادوبي اوديشن. والملفات دي كلها هسيبها لكم على قناة التليجرام عشان لو حابين تطبقوا بايديكم. بدأت السلكشن تول اختصارها ام الكيبورد، اعلم الجزء بتاع الويفز بتاع موجات الصوت بس، وادوس كنترول جي عشان يعمله لي في نسخة واحدة، واخفي اللاير اللي تحت. بعد كده بالسلكشن تول او بالماجيك 1 تول ابدا اعلم الموجات بس واعملها كنترول جي وحدي عشان تبقى بجزء واحد. بعد ما بدوس عليه واعلمه ادوس على كنترول واعلم اللاير نفسه بتاع الموجات وامسحه من الصورة الاصلية او من الجزء اللي انا خدته من الصورة الاصلية، بس ابقى عارف ايه اللي خدته واللي لسه هاخده. ونفس الفكرة في الباقي لحد ما اخلصها كلها. بعد كده اظهر اللايرات كلها، اعمل لهم سيلكت او اعمل لهم تحديد واعمل لهم دمج كله. بعد كده بالموف تول هنقولها على اللاير الاساسي بتاع الثامنيل او بتاع التصميم بتاعي. طبعا دي كانت تجارب الاول فما تاخدوش بالكم منها، يعني اتغيرت كلها في الاخر. كنترول تي وهبدا اكبرها كلها. هقفل دي خلاص مش عايزها. هبدا اجوز بقى الرياكشن بتاعي من الخلفيه اللي انا فيها، ادوس على سيلكت واختار سيلكت سبجكت. بعد كده بالبين تول هبدا اظبط الحتت اللي مش متظبطه، فانا سرعتها برضو عشان نكسب وقت. الحتت اللي مش متظبطه في السيلكت يعني. كنترول جي عشان اعمله في لاير وحدي. بعد كده شيفت كنترول اي عشان اعمل له اديت على كاميرا رو فلتر. هعلي الاكسبوجر حاجات بسيطه، الكونتراست علي شويه 25، الهايلايت زودها حاجات بسيطه خليها 10، والشادو هقلله خليه -10، والوايت هقللها -20، والبلاك هخليه 10، خليناه 5 في الاخر. تكتشر 10، ديهيز 10، كلاريتي 10، والديهيز برضو 10. الفايبرنس ليها 20، الساتوريشن 10، والتمبريتشر خليها -5 او -3. الكيرف هحط نقطة في النص ونقطة فوق، ابدأ اقلل اللي فوق شوية اللي هي الهايلايت، واللي تحت الشادوهات هبدأ افتحها شوية. كده الديتيل هخليها شاربن 50، نويز ريدكشن 20، والكلر نويز ريدكشن 20 برضه. بعد كده ادوس على الثلاث نقط دول واختار كوبي اديت سيتنجز عشان اخد نفس الاعدادات دي احطها على الصورة التانية وادوس اوكي. بعد كده بالموف تول هنقولها على التصميم بتاعي بتاع الثامنيل، دوس كنترول تي كنترول 0 عشان يعمل لي فيت سكرين، وابدا اصغرها واظبط مكانها في المكان اللي انا عايزه او حابه تبقى فيه. هنا عملت سيلكت، دوست على كنترول ودوست كليك شمال عشان اعمل سيلكت لللاير بتاعي. بعد كده دوست شيفت كنترول اي وعكست السيلكت
وادوس على ديليت 3-4 مرات عشان لو في اطراف زيادة اتقصت معايا من الخلفية يشيلها لي. هنا في جزء زيادة من الخلفية همسحه بالبين تول طبعا، وهنا هفرغ العدسة بتاعت النضارة عشان تاخد الخلفية الجديدة. كنترول انتر عملت لها سيلكت ودوست على ديليت مسحتها خالص. كنترول تي تاني صغرها شوية من غير ما تدوس على حاجة، كليك شمال واسحب بس. بالموف تول كده بظبط المكان، حاجات بسيطة. نروح على الرياكشن التاني، اختار سيلكت سبجكت برضو. بعد كده هنا بظبط برضو السيلكت بالبين تول، سرعتها برضو عشان ما نطولش الفيديو جوه. انا كان في حته غلط في السلكت، فعملتها سلكت وظبطته تاني وعملت كنترول جي تاني. شيفت كنترول ايه وادوس على الثلاث نقط واختار ابلاي بريفيوس سيتنج عشان يطبق لي نفس الاعدادات اللي انا اخدتها كوبي من الكاميرا رو فلتر. هنا بتاكد ان هو طبقها هي مغيرش فيها حاجه ودوست اوكي. مفيش غير بس التمبريتشر بدل ما -3 انا لغيتها خليتها 0. بالموف تول هبدا انقلها برضو على الديزاين بتاعي، كنترول تي كنترول 0 عشان يعمل لي فيت سكرين، وابدا اصغر في الصوره. نزلت اللاير بتاعها تحت الرياكشن التاني. اقفل الرياكشنات خلاص، مش عايزهم تاني. هنا عملت سيف BSD للسامنيل عشان احفظها واحده واحده انا وشغال. خدت الخلفيه دي اللي هي اللي لونها اخضر دي او اللي فيها عشب، هعمل سيلكت بالبين تول علامه الويندوز دي، بعد كده هدوس شيفت F5 عشان اعمل لها فيل كونتنت اوير و100%، وادوس له انتر واسيبه يشيلها. كده شالها. كنترول دي الغي السلكت، وبالموف تول انقلها على الثامنيل بتاعي. كنترول A واعمل لها محاذاة في النص افق وراس عشان تبقى في النص بالظبط بتاع التصميم بتاعي. نزلها تحت خالص. كنترول وحرف الجيم العربي او القوس الكبير على اليمين عشان ينزل لك اللاير بتاعك لتحت، او كنترول وحرف الدال العربي او القوس الناحية الشمال يطلع لك اللاير الفوق، اللاير اللي انت واقف عليه. هنا بغير البلند مود بتاع الويفز او بتاع الموجات اللي خدناها من الدوبي اوديشن عشان يبقى شكلها احلى. بنجي وبشوف مين الاحسن، لسه ما اخترتش. في الاخر اخترت كلر دوج او ده اللي رسيت عليه، وهو هيتغير تاني على فكرة، مش هتفضل كلر ده الاول بس. هقفل اللاير بتاع الخلفية خلاص، او اسف هقفل الصورة بتاعت الخلفية خلاص مش عايز، طلعتها فوق بس هرجع انزلهم تحت تاني. هفتح ثامنيل قديم عشان اخد منه موجات صوت محطوطة كانت فيه او كنت مستعملها فيه، هاخدها عشان استعملها في الثامنيل الجديدة دي. سيبكم من تراك الصوت ده اللي جه من ادوبي بريمير، ده كانت تجربة برضه هشيلها، هتتمسح في الاخر يعني، فانا اختصرتها عشان ما اطولش الفيديو عليكم، في الاخر هتشال. هاخد الموجات دي اللي هي قدام مع تراك الصوت دي، بالموف تول نقلتها على الثامنيل الجديدة. نزلت الموجات بتاعتي اصلا تحت، انا خفيتها دلوقتي على اساس كنت هستعمل تراك الصوت بتاع ادوبي بريمير، بس في الاخر هرجعها تاني. هنا بظبط موجات الصوت كأنها طالعة من بوجي اصلا، او كأن انا بغني او بتكلم، او ان الموجات دي طالعة مني انا. هنا لو تاخدوا بالكم او تلاحظوا في جزء من الويفز زيادة ما كانش ظاهر هناك، هنا ظهر،
فانا مسحته بالإيرث تول او بالمساحة او بالاستيكة زي ما تسموها سموها. ظبطتها مع صوتي او ظبطتها مع الموجات مع البوك كأنها هي طالعة منه اصلا. هنا بغير البلند مود بتاعها برضو، واخترته في الاخر اوفال. انا هظبط مكانها بس، وبعد كده هحرك الرياكشن بتاعي التاني واوديه عنده كأنه هو الموجات دي طالعة من بوجي انا. هعلم اللاير بتاعي وبتاع الموجات اللي طالعة من بوجي واعمل لهم كنترول تي واظبط مكانهم او انا عايزهم فين بالظبط في الثامنيل بتاعي. خفيت اديني تراك الصوت بتاع ادوبي بريمير وطلعت الموجات اللي خدناها من ادوبي اوديشن. هنا بغير في البلند مود بتاعي بس في الاخر ما هخليه نورمال وهقلل الساتوريشن شويه او هقلل الاوباستي بتاع اللاير كله شويه. خليناه نورمال، قللنا الاوباستي خليناه 60%، هو قليل فانا هعليه شويه. هنا تراك الصوت ده خالص. هطلع الموجات دي فوق اللاير بتاعي. الموجات دي هحركها، الخيارين اللي من قدام دول على اليمين مش عاجبيني فانا بره التصميم بتاعي خالص واكبرها عشان تبقى كمالة لورا. هدوس على شيفت واسحبها بكنترول تي لورا عشان تمط شوي. كنترول وكليك شمال اعمل سيلكت للموجات، واقف على لاير الرياكشن التاني بتاعي واعمل ديليت او امسح منه خالص. هنا بتأكد ان هي مسحت من الموجات بتاعتي او مسحت من اللاير بتاعي. بالاستيكة الناعمة هبدأ امسح الجزء الزيادة في اللاير بتاعي. انا هقف على لاير الموجات وادي له استيكة ناعمة، همسح الجزء اللي ورا عشان داخل في الموجات اللي فوق. بعد كده دبل كليك على الرياكشن الاساسي بتاعي واعمل له اذر جلو لون ابيض، واختار السبريد بتاعها 10 والسايز بتاعها 20. الاوباستي اخليه زي ما هو واغير البلند مود بتاعها. اخترنا فيفد لايت، البلند مود بتاع الاذر جلو اللي هعمله للرياكشن بتاعي، وقللت الاوباستي بتاعه شويه، والسايز خليته 25. هنا برضو طولت وبختار بلند مود اكتر من واحد، بنجي يعني بختار الاحسن. بس هنا على الاخر في الفيفد لايت والاوباستي بتاعه 80%، والسايز زودناه خليناه 25. الكنترول اس عشان احفظ البي اس دي بتاعي عشان يبقى عندي نسخة مفتوحة منه. اقفل خلاص، باقي اللايرات دي مش عايزها. ده اللي كان من ادوبي بريمير احنا شلناه اصلا، ده اللي خدنا منه الموجات. تراك الصوت ده همسحه خالص مش عايزه. الرياكشن التاني بتاعي اللي هو بتكلم فيه او بغني فيه، الرياكشن التاني بتاعي زودت الاوباستي بتاعه 80% بدل اللي كان موجود. هدوس كنترول او اللوجو بتاع ادوبي اوديشن عشان احطه معايا في الثامنيل بتاعي بالموف تول واسحبه. كنترول تي وابدا اصغره طبعا. في حتت زياده كانت لونها ابيض في اللوجو فانا هبدا اعملها بالبين تول وامسحها عشان يبقى شكله احلى او عشان اخليه يعني بالحتت المظبوطه بتاعته. بعد كده هعمل له سيلكت بالكنترول وكليك شمال واعمل شيفت كنترول اي واعكس السيلكت ودوس ديليت اكتر من مره عشان يشيل لي الاجزاء اللي زياده فيه. بعد كده هنزله تحت الرياكشن بتاعي، اللاير بتاع اللوجو تحت لاير الرياكشن بتاعي، وكنترول تي وابدا اظبط مقاساته واشوف هحطه فين بالظبط. انا هخليه كده مستخبي ورايا ورا راسي وجزء داخل في لبسي. بعد كده هعمل سيلكت لللاير بتاعي وامسح الجزء ده لسبب، لان انا اللاير بتاعي شفاف فلو سبته هيبقى اللوجو باين تحتيه،
وشكله مش حلو. فانا عملت سيلكت لللاير بتاعي ووقفت على اللاير اللوجو عشان يشيل الجزء ده، كاني يبقى اللاير بتاعنا فوقيه ومستخبي ورايا اللوجو. هنا دوست كنترول زد ورجعت عشان اظبط المكان تاني. بعد كده هعمل نفس الحركه ان انا همسح الجزء الزياده ده اللي داخل ورا اللبس. هدوس دبل هنا، هقلل الاوباستي شويه بتاع اللوجو، لاير اللوجو، بس هرجع ازوده تاني. هنا ادوس دبل كليك على لاير اللوجو عشان ابدا اعمل له شويه ستايلات. اعطيته اذر جلو، زودت الساتوريشن بتاعه او الاوباستي بتاعه ودوست اوكي. هنا رجعت زودت الاوباستي بتاع اللاير نفسه. هنا هعدل على الاذر جلو بتاعه، جاي الاوباستي بتاع الاذر جلو شويه. بعد كده هروح للرياكشن التاني بتاعي، اعمل له دبل كليك واروح على اذر جلو برضو، بس مش هتنفع وهخليها دروب شادو في الاخر. وغير الزاوية بتاعته خليها 145 سالب 145، واعملها الديستنس 5 او 3 والسبريد 3 والسايز 10. وعملتهم ليج قليلين كده عشان ما يبانش من تحت، يبقى منظرها مش حلو. والزاوية سالب 145 بتاعت الدروب شادو عشان تبقى الدروب شادو بين اللاير بتاعي بتاع الرياكشن وبين اللوجو، عشان يفصلهم عن بعض شوية، عشان يدي عمق للصورة او شوية ديبس كده للصورة حلوين. بعد كده هغير البلند مود بتاع الدروب شادو للفيفد لايت. استقرينا على الاوفرلي والاوباستي 100%. هدوس اوكي. دبل كليك على الرياكشن الاساسي والاذر جلو، واعلي الاوباستي بتاعه شويه، خليته 70%. بعد كده دبل كليك على الموجات اللي طالعه من بوجي او اللي طالعه، اديها اذر جلو اسود، اختار اللون بتاعها اسود واختاره بلند مود، اختاره اوفرلي واعلي الاوباستي بتاعه. السبريد ده خليه 5 والسايز بتاعها 10، خليت السايز في الاخر 15. السبريد 5 والسايز 10. قللت الاوباستي شويه لانها 70% ودوسنا اوكي. هنا حطيتها على، جربت اخد الستايل بتاع الموجات اللي فوق احطها في الموجات اللي تحت، بس في الاخر هرجعها زي ما كانت لانها ما عجبتني. لو تاخدوا بالكم في لون اسود جه على مناخيرنا، ده بسبب ان في حتة زيادة كانت في الموجات، فانا همسحها دلوقتي. قفلنا الصفحة التانية او قفلنا العمل التاني ده، مش عايزه. قللنا الاوباستي شوية، بعد كده رجعنا. هنا بجرب في البلند مود للوجو بتاعي او اللوجو اسف بتاعي ادوبي اوديشن، خليناه سكرين. هدي اللوجو شوية ستروك، بس طبعا مش بالحجم ده، هصغره بعد كده خليه 3. هنا طبعا الستروك دارة الازر جلو، فدخلت عشان اعدل الاعدادات بتاعت الازر جلو بتاعت اللوجو عشان ازودها شوية عشان تبقى باينة اكتر.
هنا عدلنا في البلند مود بتاع الدروب شادو بتاع الرياكشن التاني بتاعي وخلينا اوفل. هنا دوست كنترول اس عشان في اس دي او عشان اغير فيه، يعني يحفظ التعديلات الاخيره اللي انا عملتها. هنا سيبكم من التكست اللي اتكتب ده لان انا هغيره بعد كده، هغير الشكل تاني وهعمله من جديد. تايب تول وهكتب كلمه ذا فويس. دوست علامة الصح عشان يحفظ الشكل ده. كنترول تي ابدا اكبره. انا ودايس هبدا اكبره من غير ما ادوس على حاجه، هسحب بالكنترول تي بس. هنا ادوس على كاركتر، هغير اللون بتاعه اخليه ابيض، واختار الفونت بتاعه هختاره روبوت. اختار روبوت بول. كنت الاول ناوي احطه فوق، بس بعد كده غيرت رايي وحطيته في نص العمل، نزلته لتحت عشان يبقى ورا الليارات، بس بعد كده غيرت مكانه. هنا غيرت البلند مود بتاعه وخليته اوفرلي. في الاخر اخترنا سوفت لايت، قللنا الاوباستي بتاعه شويه. عملنا محاذاة في النص افقي ورأسي. بعد كده كنترول تي وهكبره عشان يبقى على كد على كد الثمنيل كلها على بعض. برضه عملت له محاذاة تاني افقي ورأسي عشان اضمن ان هو في النص بالظبط. هخلي اللاير بتاعه فوق الرياكشن بتاعي وتحت موجات الصوت. بعد كده كنترول تي صغرته سنة بسيطة. برضو رجعت عملت له محاذاة تاني في النص بالظبط. هنا عليت الاوباستي شوية، وقفت عليه كليك يمين واخترت ريسترايزر لاير عشان اخليه لي لاير عادي مش لاير تكست. بعد كده بالاستيكة الناعمة وهمسح الحروف وهمسح الحواف بتاعت ذا فويس من تحت عشان يبقى شكلها متداخل مع الموجات اكتر. دوس كنترول اس عشان احفظ برضه. هنا مسحت التكست، قلت لكم ما تهتموش بيه، انا هعمله من جديد. اللغة ابدا اكتب اللي انا عايزه اللي يحسن جودة صوتك حتى لو المايك ضعيف. المحاذاة بتاعت الكلام في النص عشان يبقوا في النص بالظبط فوق بعضهم. هغير التكست بتاعي. طبعا انتوا هنا شايفين ان انا اخترت واحد على طول، بس لا، انا قعدت فترة من لما اخترت، بحيث الجزء بتاع الحرف الكاف وبتاع الفه يدخل ورا اللاير بتاعي شوية. بعد كده اخد منه نسخة واعملها ريسترايز تايب والونها لون اسود واعملها تحريك سهم تحت وسهم يمين. بس هعمل كذا وحدة، كل وحدة احركها سهم تحت وسهم يمين، يعني كل شوية كنترول جي سهم تحت سهم يمين عشان اعمل شوية جزء 3D كده بسيط للتكست نفسه او للكتابة نفسه. انا عملته 10 بس هرجع اقللهم تاني لان ال10 طلعوا كتار في الاخر. طبعا دمجتهم كلهم في لاير واحد وعطيته لون اسود كله على بعض عشان ما يبقاش فيه فواصل بين الطبقات. انا بظبط اللون الاصفر
اللي انا اخترت، او بختار الدرجة اللي انا حاببها يعني الالوان ده براحتك. هنا دبل كليك على اللون الاسود اللي عملناه للتكست، اختار ستروك اسود ودروب شادو نفس اللي احنا مختارينه او نفس اللي اشتغلنا بيه، وادوس اوكي. واللير الاساسي بتاع الكلام اعمل له ستروك اسود برضو 3 واوكي. هنا بدأت ارجع لورا عشان اقلل الليارات اللي قلت لكم عليها ان هم اكتر في الاول، خليتهم 8 بدل 10، شلت منهم ليارين، وهرجع اعمل اللي انا عملته تاني، ادمجهم واديهم لون اسود كلهم على بعض، عملت لهم سيلكت، بعد كده كنترول باك سبيس عشان يملى لي باللون الاسود، بعد كده اديهم الستايلات اللي احنا عطيناها لهم اديها لهم تاني عشان هم اتلغوا. هنا علمت الليارين بتوع الظل والتكست نفسه، وغيرت في الكنترول تي شوية، صغرتهم حاجات بسيطة او ظبطت المكان بتاعهم. كنترول اس عشان يحفظ لي البي اس دي، بعد كده شيفت كنترول اس عشان احفظ جي بي جي عشان ارفعها على اليوتيوب، ندوس له اوكي. بس خلي بالك انت وبتحفظ جي بي جي قلل الكواليتي بتاعها شوية عشان تبقى 1 ميجا، لان لو اكتر من 1 ميجا اليوتيوب مش هيرفعها. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم لهذا اليوم، انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.